أهلا ومرحبا بكم في قناة تجاربي. كيف حالكم متابعيني الأعزاء؟ شكرا لمروركم في قناتي، وأتمنى أن تشتركوا فيها لأني أعد لكم مجموعة مميزة من الوصفات السريعة والفعالة. أنا دائما متحمسة لأشارككم أفضل التجارب والوصفات حتى نستفيد جميعنا. واليوم سيكون الفيديو عن كيفية إعداد مشروب الكستر بالحبة الحمراء اللذيذ والمفيد للغاية. هذا المشروب منتشر جدا في منطقة الخليج، ويشربه الصغار والكبار والنساء والرجال، فهو مفيد للغاية لتطهير المعدة وتقوية الدم، ويحتوي حب الرشاد على كمية خيالية من الفيتامينات والمعادن التي تعزز عمل أجهزة الجسم المختلفة. ودائما ما يقدم هذا المشروب للنساء بعد الولادة لما يحتويه من خصائص مقوية ومطهرة. المكونات جدا بسيطة ومتوفرة في منازلنا. وقبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة. سنحتاج إلى كوب حليب، ملعقتان من الحبة الحمراء أو حب الرشاد متوفرة في المطاحن وعند العطارين، زعفران، هيل، ملعقة صغيرة كاسترد. طبعا هذه المكونات يمكن مضاعفتها لزيادة الكمية. أولا نقوم بتنظيف الحبة الحمراء من الشوائب، ثم نقعها في الماء لمدة ساعة. بعد انتهاء المدة نضيف الحليب والكستر إلى طنجرة ونحركهم مع بعضهم البعض قبل وضعها على الفرن. ثم نضيف الهيل والزعفران ونحركهم. نضع الخليط على النار ونستمر بالتحريك. نضيف السكر حسب الرغبة. عندما يدخل المزيج نضيف الحبة الحمراء، ثم نحرك حتى يمتزج الخليط ويصبح ساخنا. نسكب المشروب في الكوب، ثم استمتعوا بأحلى مذاق على الإطلاق، وفيدوا جسمكم بفوائد متعددة لا حصر لها. أنا أشربه مرة على الأقل في الأسبوع لجمال طعمه وفوائده في تقوية مناعة الجسم والدم. اكتبوا في جوجل عن حب الرشاد وشاهدوا عجائبه بأنفسكم، فالفيديو لا يكفي لطرح جميع منافعه لصحة الجسم والبشرة والشعر. جربوه وستدعوا لي بالخير، ولكن يجب على النساء الحوامل الامتناع عنه في الشهور الأولى. وتذكري دائما أنك تحتاجي إلى دقائق بسيطة كل يوم لتحافظي على صحتك وجمالك. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك ومشاركته مع أهلكم وأصدقائكم، وأن تشاهدوا الفيديوهات السابقة الظاهرة أمامكم. واكتبوا لي في صندوق التعليقات عن آرائكم واقتراحاتكم، ودعمونا بالاشتراك في القناة. شكرا لمشاهدتكم، وانتظروني في فيديوهات جديدة.